عمال تقيس وزنك صبح وبالليل، لا ده كمان كل يوم. انا عاوز اقول لكم ان المقاس الصح للوزن هو اللبس. ايوه زي ما سمعت كده، هو لبسك. مقاس لبسك هو قياسك مش الميزان. وزي ما احنا عارفين كيلو الدهون غير كيلو العضلات، يعني ممكن في الاخر تلاقي ميزانك زايد مع انك نقصت في الدهون. وعشان كده في عوامل كتيره جدا لازم تحطها في الحسبان وانت بتقيس ميزانك، زي ان جسمك بيتكون من ميه وعظم ودهون وعضلات، فانت مش عارف مين فيهم اللي زاد ومين فيهم اللي قل. هو الميزان توتال ده كله. ان في حاجات تانية بتاثر على ميزانك، زي ايه مثلا؟ لو ضغطك عالي جسمك بيخزن ميه، هتبص تلاقي وزنك زايد. لو عندك امساك، لو مش بتهضم كويس وفي انتفاخات، وعندك لخبطه هرمونيه زي الدوره الشهريه للسيدات، كل العوامل اللي قلت لك عليها دي ممكن تغير من وزنك في يوم وليله. انا عاوز اقول لك كمان نفسيتك لو مش مظبوطه ده بيزود لك وزنك، لان ده بيعلي الكورتيزول بتاعك في الجسم. طيب ما تريح دماغك من حسابات الوزن وازاي اوزن نفسي وازاي اشوف نسبه الدهون من العضلات، وتابع مع دكتور تغذيه اللي هيظبط لك قصه الميزان وهيعرف لك قياساتك وهيعرف لك كل ده، وانت تعرف تركز في الدايت بتاعك كويس وتعرف تعمل الهدف بتاعك. عشان كده انا عامل لك خصم 50% سواء على نيوتريشن بلان او على الورك اوت بلان. ريح دماغك من القياسات ومن الميزان، وابعت لي على الخاص دلوقتي انا عايز اخس.